حبايبي واخواتي جمهور الاتحاد، حلقة نارية وحلقة تقيلة وفيها حاجات رسمية حصلت. محتاج منك لايك جميل وتشجعونا زي ما مشجعيننا، وشكرا ليكم الفترة اللي فاتت. بس عايزين نوصل بالفيديو ده لأكتر من 1000 لايك بإذن الله. في أخبار مهمة حصرية تمت ورسمية بشكل نهائي. أول خبر وهو الأساسي وهو الأكيد اللي أنا هقوله، رحيل جايردو بشكل رسمي وأساسي، ويعني يمكن مش ده السبب الرئيسي ورا الحلقة أصلا. المهم في الموضوع كله اللي انا جاي اقوله لك، ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق هو المدرب الرسمي لنادي الاتحاد في السيزون ده ولمده 3 سنين. مش انا اللي قلت، صحيفه الرياضيه، الصحيفه الموثوقه الاولى في السعوديه في الاخبار الكرويه كلها هي اللي قالت، عشان خاطر الواحد بيبقى متهم كتير جدا ان هو بيفبرك مصادر وكلام من ده. انا كنت قلت من 3-4 ايام عن موضوع زيدان واتكلمت ان هو اتصال، لكن لو قصة الموضوع ده حقيقية او زيدان اقتنع او لا فالموضوع هيمشي في سكة تانية. لكن اتكلمت اعتقد في اليوم ده اليوم اللي بعده ان بيولي وماركو سيلفا من الاقتراحات اللي موجودة لتدريب الاتحاد. برضه ستيفانو بيولي هو المدير الفني، واتفق مع ادارة الاتحاد ان هو هيدرب نادي الاتحاد يعني ال3 سنين اللي جايين. ستيفانو بيولي مدرب ميلان وانتر وسالرنتانا في ايطاليا، ويعني ليه تاريخ طويل جدا مع الدوري الايطالي، وكسب الدوري مع اي سي ميلان، ورجع اي سي ميلان لدوري ابطال اوروبا بعد غياب سنين طويله، ورجع اي سي ميلان للواجهه مره ثانيه ووصله نص نهائي دوري ابطال اوروبا. لكن خليني اتكلم معاك شويه عن ستيفانو بيولي يعني في الحلقه وبشكل رسمي. يعني ستيفانو بيولي هيبقى هو المشرف على صفقات نادي الاتحاد. الحقيقه ما بطبلش والله، لكن الاتحاد هو النادي الابرز لحد دلوقتي في الاربعه الكبار اللي ماشي بخطوات ثابته في الموسم الجديد. خطوات، يعني انا شايف خطوات. يعني انت مثلا مع احترامي والله لكل الانديه، شايف مثلا الهلال هو لحد دلوقتي هو بس بيحاول يطلع المحليين اللي عنده بره النادي عشان خاطر يستقر على المحليين اللي موجودين، لانه عنده لعيبه كتير. النصر ما انتش عارف مين هيجي مين رايح مين جاي، والاسماء رايحه جايه ومفيش اي جديد. الاهلي الموضوع ساكن راكد لحد كبير، ومفيش اكتر من ان انت بتبيع اللعيبه المحليه. لكن الاتحاد اول حاجه طلع 6-7 لعيبه محليه، اعلن ان في 7 صفقات عالميه جايه للاتحاد، واعلن عن المدير الفني اللي هو بنسبه 99%، ناقص بس الحساب الرسمي نادي الاتحاد يعلن عن الصفقه. فكل الخطوات دي الاتحاد اتخذها في ظرف 10 ايام من الاداره الجديده. فصراحه انا ما بطبلش عشان بشجع الاتحاد او والله ولا حتى عشان فيديوهاتي عن الاتحاد، لكن حرفيا الاتحاد بيقدم خطوات مهمه جدا في الميركاتو السنه دي، وفي الانتقالات الصيفيه الاتحاد بيمشي الى حد ما بشكل مظبوط. ستيفانو بيولي، خليني اكلمك عن ستيفانو بيولي شويه. ستيفانو بيولي يعني لو تيجي تكلمني عن اللي قدر ان هو يعمله مع ميلان خلال 5 سنين، لكن هي التجربه كانت محتاجه تنتهي في ميلان قبل ما تنتهي بميعادها الرسمي مثلا بسنه. لكن ستيفانو بيولي قدم لميلان اوقات عظيمه. ستيفانو بيولي قبل ما يجي ميلان ما كانش يعني قعد فتره طويله جدا من الانهيار المحلي، وان هو كان بعيد جدا عن دوري ابطال اوروبا. مفيش حاجه اسمها دوري ابطال اصلا، والدوري الاوروبي اتاهل له مره ومره بشق الانفس. لكن مع ستيفانو بيولي ثبت حوار ميلان على فكره ما كانش عنده اللعيبه القويه. يعني ميلان ما كانش عنده اللعيبه الواو الخرافيه قوي ان تخلي لا ستيفانو بيولي مثلا ده ينافس على الدوري كل سنه، لا لعيبه كانت متوسطه، لعيبه متوسطه من الدوري الايطالي باستثناء كام اسم. اللي عيب بيولي ان هو لما بيطول في مكان، يعني لما بيطول في فتره في حقبه زمنيه في مكان ما جددش الافكار او ما جددش الدوافع عند اللعيبه. يعني ما بعد موسم ميلان التاريخي اللي كسب فيه الدوري 2022 ما جددش الدوافع عند اللعيبه. بالمناسبه بيولي بيلعب بطريقه بالاغلب 4-2-3-1، اوقات بتبقى 4-3-3، دي الطريقه الاغلب اللي اعتمد عليها بيولي اللعيبه اللي معاه اغلب المواصفات او اغلب المهام اللي هيقوم بيها هتبقى مهام متنوعه بين هجومي ودفاعي. بيولي اللي انا يعني شفته او عاصرته ان هو مش مثير قوي للمشاكل مع اللعيبه. يعني هو في غرفه الملابس لا اللعيبه حبته، يعني اللعيبه حبت بيولي في اوقات كتير جدا جوه ميلان. المشاكل مع بيولي كانت قليله، هي المشاكل مع بيولي كانت مشاكل فنيه او مشاكل كانت يعني اوقات منها فنيه في الملعب، وده طبيعي لان بيولي انا مش هقول لك ان هو احسن اختيار في الدنيا بالنسبه لميلان، لكن بيولي اختيار مميز واختيار مناسب للفتره اللي بيمر بيها الاتحاد. مستحيل يكون الاتحاد خارج مركز خامس وخارج من يعني معركه كبيره السنه اللي فاتت وهتروح تجيب له بيب جوارديولا.
انت محتاج مدرب مناسب للمرحله، ومدرب الاتحاد هو مناسب للمرحله. على اختياراته بقى العناصر هنبدا نحاسب. يعني اختيارات ستيفانو بيولي للعناصر زي ما الصحيفه قالت ان ستيفانو بيولي هو اللي هيختار اللعيبه الجديده، فاعتقد دي نقطه هتتحسب له وتتحسب عليه. لو اللعيبه تالقت يبقى الراجل ده هو اللي عمل علامه القياده المشروع الصح. لو مفيش يبقى الراجل ده فشل في المرحله دي، ودي هتفرق كتير جدا 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 مع ستيفانو بيولي في البدايه. فعشان كده انا بقول لك ستيفانو بيولي رايي هو بيلعب بالطريقتين دول 4 2 3 1 او 4 3 3. في اغلب الاوقات بتبقى 4 2 3 1. بيحب دايما ان هو يعتمد ان لاعب نص الملعب سواء اللاعب رقم 10 او 8 يبقى ليهم يعني مهام اكتر، الى حد ما بيحاول يساند في نص الملعب مهام دفاعيه. فالثلاثه اللي موجودين في نص ملعب الميلان دايما كانوا عندهم المهام دي الى حد كبير. ما عندوش اللاعب رقم 10 اللي بيروح لوحده لقدام ما بيرجعش مره ثانيه، لا الثلاثه دايما اللي كانوا موجودين. يعني اغلب الاوقات كانت بتبقى 4 3 3، فكانت الاوقات يعني اللعيبه كان عندهم مهام دفاعيه بشكل كبير. كانتي هيبقى مميز جدا مع الراجل ده. هو كانتي اوريدي مميز في اي منظومه، لكن هيبقى مميز مع الراجل ده لان هو هيديله حريته اكتر في التحرك ما بين الخط الخلفي والخط الامامي. يعني ما بعد الخط الامامي بالنسبه الخط الخلفي قصدي بالنسبه لنادي الاتحاد مثلا في الملعب، وما بين حتى التحرك للخط الامامي. عندك النقطه المهمه الثانيه ان الاتحاد غالبا هيجيب لاعب مميز في نص الملعب تاني، لاعب مميز في نص الملعب. لو الاختيار ده موجود اعتقد نص ملعب الاتحاد هيتنقل نقله كويسه مع ستيفانو بيولي. النقطه الاخيره اتمنى، لان يعني ستيفانو بيولي مع رافائيل لياو خضع، هو ستيفانو بيولي خضع للحاله البدنيه والمزاجيه لرافائيل لياو، ما هوش هو اللي اثر عليه بشكل رسمي. ده بالنسبه للاعب الجناح. هل ستيفانو بيولي لو في لاعب جناح هيقدر ان هو ياثر عليه ويطوره فنيا؟ ده السؤال اللي انا بوجهه. السؤال اللي انا بوجهه هيقدر ياثر على ده او لا؟ لان يعني غالبا قلت لك الاتحاد هيلعب 4 3 3 مش 4 2 3 1. يعني انا بحاول افكر معاك في الحلقه هتبقى 4 3 3 الاقرب. فهل الجناح اللي الاتحاد هيجيبه الجناح الشمال او الجناح اليمين، هل ستيفانو بيولي هيأثر عليهم حتى لو وقع ككيرف لاعب في الموسم او المستوى وقع بشكل كبير؟ هل هيأثر عليه ان هو يرجع مره تانية ولا لا؟ ده الكلام اللي هيفرق مع ستيفانو بيولي، وهيبدا يتكلم عنه جمهور الاتحاد ان الراجل ده بيأثر بشكل كبير جدا على الشكل او المنظومه الهجوميه للاتحاد ولا لا. والسؤال الثاني، هل هيتفق مع بنزيما ولا لا؟ هل هيعمل مشاكل مع بنزيما ولا لا؟ هل هيكون صدامي ولا لا؟ بيقول لي الى حد ما في اغلب الاوقات بتاعته مع ميلان ما كانش مكروه. فده سؤال لازم يحتك مع بنزيما ونشوف الامور رايحه لفين. النقطه الاخيره والمهمه ان بيولي الى حد ما دفاعيا كان مميز. يعني مع ميلان دفاعيا كان مميز فيه، حتى الموسم اللي سجل فيه الفوز بالدوري، الموسم اللي قبله الميلان اتأهل للابطال وبعناصر قليله. الجوده اعتقد اللي هتبقى مع الاتحاد في العناصر الاجنبيه سواء خط الدفاع او حتى اللاعب اللي هيجي في خط الهجوم، انا يعني اجزم لك ان هي تبقى اقوى من العناصر اللي كانت موجوده مع ميلان باستثناء رافائيل لياو. اعتقد مفيش جناح هيجي الاتحاد بمستوى رافائيل لياو المهاري والحركي والذكاء. لكن هو لياو نفسه كان عنده مشاكل تانية يعني في الفينش لكن او في القرار النهائي. لكن هي دي النقطه اللي هتفرق مع بيولي، ان اللعيبه اللي هتيجي له هتبقى جودتها عاليه. انا متاكد من النقطه دي. فعايز اشوف بقى التاثير بتاع بيولي مع اللعيبه اللي هتيجي دي هتبقى عامله ازاي. النقطه الناس بتتكلم عنها كلها صفقات الاتحاد، مين اللي جاي مين اللي رايح الكلام ده كله. طبعا في النص كده احمد حجازي رد على عرض الكلام عن عرض نيوم والكلام عن العروض الاجنبيه سواء بقى بره الدوري او حتى في دوري الدرجه الاولى. قال لك انا مكمل في الاتحاد سنتين وما يحقليش اتواصل مع اي حد ومفيش اي حاجه حصلت. ده بالنسبه لاحمد حجازي. اما عن الصفقات الاجنبيه المتوقعه او الاسماء الاجنبيه اللي كانت موجوده، فيمكن النهارده مفيش جديد قوي بالنسبه للصفقات. كل الكلام اللي سبوت اكتر كان على ستيفانو بيولي المدير الفني، والكلام على فكره كان من الصبح لكن اتاكد بالليل بشكل رسمي وان المفاوضات وصلت للطريق النهائي والاتفاق تم ما بين المدرب وما بين نادي الاتحاد بشكل كبير. اللي يمكن اتكلم عنه شويه ان الميرون مدرب لاعب نيوكاسل يونايتد ما بقاش بس موجود على خطه نادي الاتحاد، لا ده بقى موجود للاتفاق وموجود للشباب. وانا من موقعي هذا العبد لله الفقير اتمنى ان الميرون يروح يا اما لده يا اما لده، يعني ما يجيش الاتحاد. اتمنى ذلك. يعني هو الميرون زي ما تقول لاعب الوان سيزون،
هو لاعب الوان سيزون لحد دلوقتي، هو ما قدرش يتغلب على حته اصاباته والتراجع البدني مع نيوكاسل لما اتصاب في الموسم اللي فات، لان الموسم اللي قبله الميرون كان نجم من نجوم فريق نيوكاسل ورجعهم لدوري الابطال. انا متفق معاك، لكن الموسم اللي بعده اصاباته الكثيره حتى لما رجع بدنيا ما كانش اساسي وما قدرش ان هو يتغلب على القصه دي. فهل لو جه الاتحاد يعني هيمشي في نفس السكه وهيبقى واقع نفسيا وبدنيا ولا لا؟ بص، انا محتاج اللعيبه اللي جايه الاتحاد تبقى لعيبه مخلصه، لاعب مخلص. انا جاي نجم الفريق ابقى نجم الاتحاد واخلص القصه دي. التجارب كانت موجوده السنه اللي فاتت، يعني كان في تجربه في جوتا، فالناس اتكلمت امبارح عن عبد الصمد الزازولي، فانا قلت لك هتبقى تجربه يا تنفع يا ما تنفعش. الناس اتكلمت النهارده عن الميرون، فاقول لك يا تجربه يا تنفع يا ما تنفعش. بس انا لو هيروح يطلع مع فريق بدون ضغوطات احسن له يروح الاتفاق او الشباب. الفريقين محترمين، لكن يعني خلينا متفقين ان الفريقين مش تارجتهم من الاول ان هم يكسبوا الدوري السنه الجايه، لكن هم تارجتهم ان هم يلعبوا ويجاروا الانديه الكبيره. فعشان كده انا بقول لك الميرون لا، يتكل على الله يروح نادي من الاثنين، الاتفاق او الشباب. ومش هينفع كمان مع بيولي، يعني انا محتاج لعيبه جودتها عاليه عشان تظهر الراجل ده. الراجل ده في اوقات كتيره مع ميلان كان يقدر يقدم حاجه احسن، لكن الجوده بتاعت اللعيبه اللي معاه ما كانتش افضل. اتمنى يكون بيولي يعني فنيا افضل وموفق اكتر في قراراته مع الاتحاد، لان بيولي اوقات ممكن تكون محتاج منه كره هجوميه اشرس واقوى، لكنه هو بيخالفك بطريقه ثانيه. يعني هو انا هحتفظ بالكره الدفاعيه اكتر، هحتفظ باللعبه بالكره الدفاعيه اكتر وقت ممكن، وممكن ده يكلفك كتير، والاتحاد مش محتاج ده. خصوصا الاتحاد السنه الجايه هو مطالب ان هو يعوض كل اللي حصل. فهل المدرب هيكون مناسب مع الضغوطات اللي موجوده، ولا هيكون مناسب مع الشكل اللي هيطالبوا بيه الاتحاد؟ الاتحاد بيطالب ان هو يلعب بكره هجوميه مع احتفاظ دفاعي كويس، الله اعلم. لو هقارنه مؤخرا بنونو سانتو، فاعتقد ان بيولي لو لعب في مستوى كويس، لانه حقق بطولات. نونو سانتو مدرب كويس وتاريخي وكسب مع الاتحاد بطولات، لكن انا بقول لك ان بيولي لعب في مستوى اعلى في الدوريات الاوروبيه وقدر ان هو ينجح فيها. اتمنى ان يعني ستيفانو بيولي يوصل الاتحاد للنقطه اللي وصل فيها ميلان. ميلان كان مركز 9 و10 في الدوري الايطالي وسابع، ووصل بيهم 3-4 مواسم للشامبيونز ليج، ووصل بيهم ان هو يكسب البطوله اللي في الدوري الايطالي، ووصل بيهم ان هو يوصل نص نهائي دوري ابطال اوروبا. فالنتيجه دي نتيجه مميزه وعظيمه، اتمنى ان بيولي يكمل عليها جوه الاتحاد ويوصلهم لنفس القصه في ال3 سنين اللي هيكمل فيهم، يوصل بالتطور ده. لو وصل اعتقد ان هو هيكون عمل تجربه مميزه هترجعه تاني للواجهه، ويكون مدرب عالمي ظاهر تاني، والاتحاد هيكون سبب في رجوعه للواجهه بشكل كبير. انا كان معاك احمد خالد، طولت عليك شويه، لكن الموضوع عن ستيفانو بيولي اعتقد ان هو كان مهم جدا ان انا اتكلم عنه باستفاضه شويه، واتمنى تكون في حلقه تانيه اقدر اتكلم عنها عن بيولي بشكل افضل. السلام عليكم.